السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن التايمر الديجيتال والتايمر الفيشه ال 24 ساعة. موجود ان شاء الله حضراتكم التايمر الديجيتال 2 زمن، تقدر حضرتك تظبطه زي ما حضرتك عايز، ان كان ثواني او دقائق او ساعات، زمن تشغيل او زمن ايقاف. والتايمر حضراتكم بنستخدمه ان كان للشفاط او خلايا التبريد او برنامج الاصدام او للفنات. طبعا حضراتكم التايمر بيكون 2 زمن، زمن تشغيل وزمن ايقاف. زمن التشغيل اللي بيكون على اليمين تقدر حضرتك تظبط زي ما حضرتك عايز، ان كان ثواني او دقائق او ساعات. وعلى الشمال زمن الايقاف برضو زي ما وضحت لحضرتك، تقدر تظبط زي ما عايز، ان كان ثواني او دقائق او ساعات. التايمر حضراتكم بيجي على الشغل على طول زي ما وضحت لحضراتكم، بيكون المفتاح هنا قلاب كده حضراتكم على الاوتو، كده التايمر يشتغل ويفصل اوتوماتيك زي ما حضرتك ظبطه على التايمر. كده حضرتك ايقاف كده على المباشر، كده حضرتك الحاجه اللي موصله على التايمر شغاله مباشر، وكده لغيت التايمر نهائي. نشوف حضراتكم التقفيل من الداخل زي ما واضح قدام حضراتكم. موجود مفتاح قاطع للتايمر، وموجود كمان كوندكتور يستحمل معانا الحمل عشان الحمل ما يبقاش على التايمر. ينفع حضرتك تستخدمه كان في جميع مقاسات الشفاطات لحد الشفاط 140، تستخدمه كمان حضرتك في برنامج الاظلام، تستخدمه لعدد الفنات، تستخدمه كمان زي ما وضحت لحضراتكم كان لخلايا التبريد. التايمر حضراتكم بيجي على الشغل على طول، وطريقه التوصيل سهله جدا زي ما واضح قدام حضراتكم. هنا مدخل الكهرباء، يعني ده السلك العمومي الارضي والكهرباء، وهنا توصيل التايمر اللي حضرتك هتوصل كان الشفاط او خلايا التبريد او الفنات او برنامج الاصدار. ده حضراتكم التايمر الثواني الديجيتال. موجود كمان حضرتك التايمر الفيشه ال 24 ساعه. طبعا بيكون شغله بسيط جدا، بس بيشغل ويفصل اقل حاجه ربع ساعه. بنوصل حضرتك الفيشه هنا في الكهرباء، والحاجه اللي هتشتغل على التايمر بنوصلها هنا في الفيشه، وبنظبط عدد ان كان ربع ساعه او ساعه او ساعه الا ربع. يعني التايمر ده حضرتك ما بيكونش فيه عدد ثواني او دقائق زي اللي موجود في التايمر الديجيتال. موجود حضراتكم شحن لجميع المحافظات، وعنوان المحل في عزبة الهجانة مدينة نصر القاهرة. ومن على اللوكيشن هتبحث عن مؤسسة أبو مالك هتظهر لك من أي مكان إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.